شحال من واحد فينا كيرجع للدار كيكون كينتظر الهدوء، ولكن العكس هو اللي كيوقع. دماغك كيبدا يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، الماضي، المستقبل، شي كلمة قلتيها البارح، كلشي كيرجع يدور في راسك بحال شي فيلم ما كيساليش. هذا هو التفكير الزائد، الاوفر ثينكينغ، وهو اللي كيعطل الهدوء الداخلي وكيسرق لك الوقت ديالك وطاقتك. ولكن الحقيقة عندنا القدرة باش نسدو هاد الصداع. هاد الامر كيحتاج 3 خطوات خاصك تطبقها. اول خطوة هي استعمل القاعدة ديال 5 دقائق وكتب كلشي. اكبر غلط كديرو هو انك تخلي الافكار المقلقة كدور في راسك بلا حتى هدف. فاش كتحس بشي فكرة سلبية او القلق بدا كيسيطر عليك، وقف وسول راسك سؤال: واش نقدر ندير شي حاجة دابا في هاد 5 دقائق باش نحل هاد المشكل؟ هنا غيكونوا جوج اجوبة. الجواب الاول هو الا كان نوض دغيا ودير هاد الخطوة الصغيرة. الحركة هو العدو الاول ديال التفكير الزائد. اما الا كان الجواب الثاني لا، فهنا كيجي الحل. ما تبقاش تخلي الفكرة تدور، كتبها في ورقة وكتب لها تم تأجيل حتى الغد. هذا التدوين كيعطي إشارة للدماغ بأن المسؤولية تحولت من تفكير إلى قلم، وكيسهل عليك تهنى من الفكرة مؤقتا. مش أي فكرة تستاهل تبقى تدور في راسك، سجل وخلي باقي. ثاني خطوة هي بدل الدور ديالك من ناقد إلى مخطط حازم. التفكير الزائد في الغالب كيكون ناقد، كيرجع بيك للماضي، كيلومك على شي غلط درتيه، علاش تصرفتي بهاد الطريقة. هاد النوع ديال التفكير ما عنده حتى قيمة. باش تنضج وتتحرر خاصك تبدل الدور. باش تبدا الحلقة اللوم الداخلي، وقفها وحول سؤال مباشر من لوم إلى العمل. عوض ما تقول علاش كنت غبي ودار هاد الغلط، هنا كتلقى راسك قول مزيان شنو هي الخطوة القادمة، نيكست ستيب اللي خاص نديرها باش ما نعاودش هاد الغلط مرة أخرى. هنا كتكون تبدلتي من ناقد إلى مخطط. بهاد الطريقة تحول الطاقة السلبية ديال اليوم إلى طاقة إيجابية موجهة نحو الحل والتطوير. الخطوة الثالثة: أعطي المخاوف ديالك واحد الوقت وسكتها. المخاوف والقلق بحال شي ضيف مجهز ما كيبغيش يخرج من دارك. إلا خليتيه يدخل وقت ما بغا كيخرب لك الهدوء ديالك. الحل هو أنك تعطيه موعد، خصص واحد 15 دقيقة فقط في اليوم وفي الوقت محدد، مثلا قبل العشاء. أي وقت اللي يناسبك، تسمح لدماغك يفكر بكاع المخاوف اللي عنده. هذه المدة هي وقت المخاوف ديالك. خلال هذه الفترة فكر بعمق. المهم هو ما يقع بعد نهاية الوقت. فاش كيدق المنبه ديال 15 دقيقة كيحبس كل شيء. إلا جاك الخوف مثلا في 10 ديال الصباح، قول لي بكل بساطة وحزم لا، الموعد ديالك حتى 7 ديال العشية مثلا. هذه التقنية تعلم دماغك أن القلق عنده مكان خاص به، واللي صعيب عليه يسيطر عليك باقي الوقت. بقى هاد الخطوات من اليوم غتحس في واحد الوقت بأن دماغك تصدم من هذا النظام الجديد، ولكن النتيجة النهائية هي راحة كبيرة والتركيز على اللي كيهم. إذن شنو هي أول خطوة غتبدا بها باش تسكت داك الصداع اللي في راسك؟ شاركنا تجربتك في التعليق.